ازيكم اخباركم ايه؟ عايزك ترجع معايا كده بالزمن ل 50 ولا 100 سنه ورا، وافتكر جدك اللي كان شغال فلاح في الارض، واللي كان كل يوم بيروح لغيطه الصبح وبيرجع لعياله في اخر النهار، ومع اللي ربنا رزقه بيه وهي الحياه ماشيه والف حمد وشكر ليك يا رب. اهو جدك ده كان عايش حياته من غير تليفون ولا معاه نت ولا متابع الترندات، وكان اقصى خبر بالنسبه له ان حماره العمده رجلها اتكسرت والراجل قرر يشتري حماره جديده. جدك ده ما كانش بيروح الشغل من 8 الصبح ل 4 العصر، ولا كان بيندعك في زحمه المواصلات، ولا بيشتغل ورادي ولا بينزل إضافي بسبب ضغط الشغل، لأ ده كان بيطلع غيطه بعد صلاة الفجر وغالبًا بيتمشى يعني، وبيروّح لمّا بيتطمن إن كل حاجة في الغيط بقت تمام والدنيا زي الفل. جدك ده ما كانش عنده مدير بيرخّم عليه ولا target بيحققه ولا تاسكات في الشغل ولا بصمة، لأ ده كان راجل باشا بينزل غيطه وقت ما يحب ويخرج منه وقت ما يحب، وهو واجتهاده بقى. لو اهتم بأرضه هتجيب له زرعة كويسة، ولو ما اهتمش فهو حُر. جدك ده ما كانش عنده جروبات واتس ولا رغي ومشاكل كتير، ولا الأقسام بتحاول تلبّس الشغلانة لبعضها، لأ ده كانت حياته الاجتماعية في شغله عبارة عن إنه ببساطة بيتجمّع مع جيرانه الفلاحين بعد صلاة العصر على راس الغيط وخرابيش الشاي بتشتغل. متخيّل إن جدك ده ما كانش عنده في حياته حاجة اسمها فيسبوك ولا يوتيوب ولا تيك توك وكبّسه كبّسه، ولا يعرف إيه التداول ولا التسويق الرقمي ولا الاستثمار العقاري، ولا يعرف حاجة عن الساحل والجونة وحفلات كايروكي ولا ناس إيجيبت ولا البارسا وريال مدريد ولا محمد صلاح هيسيب الليفر والّا لأ، ولا كريستيانو رونالدو عقده بكام مليار مع النصر السعودي، ولا كان شاغل باله بمين بطل القرن الحقيقي. جدك ده كان أقصى طموحاته إن محصول القمح اللي زرعه السنة دي يطلع كويس علشان يجيب له قرش حلو. أحب أقول لك إن جدك اللي كان عايش حياة الفلاحين زي ما أنت بتقول، وكانت حياته في الغيط اللي أنت شايف إن هو مش بيواكب عصر التقدم والتكنولوجيا الجميل اللي أنت عايش فيه، كان إنسان مستقر ومرتاح نفسيًا وبيعيش حياة أفضل من اللي أنت عايشها 100 مرة. وعشان أنا عارف إن أنت زمانك بتقول يا عم ريّحنا بلاش كلام فاضي، فأنا مش هاطوّل عليك في الكلام وهاثبت لك قد إيه إن جدك ده كان راجل باشا ابن باشا، وحياة الغيط اللي أنت بتتريق عليها ديّة ممكن تكون هي الحل للعك اللي إحنا بقينا فيه دلوقتي. فتابع معانا لنهاية الحلقة. ويل للعالم إذا انحرف المتعلمون وتباهظ المثقفون. في سلسلة السيولة اللي طرحها العالم والفيلسوف باومان، كان بيبين قد إيه إن العصر الحديث بقى بيتسم بالسيولة والميوعة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن هو ما بقاش ليه قواعد ثابتة ولا أعراف محددة ولا خطوات الإنسان متعود إن هو يمشي عليها. لا دي الحياة بقت عشوائية وكتير من الحاجات زي ما هو بيقول بقت بلا معنى. وعشان نقرب الدنيا خلينا نقارن بين حياة جدك بتاعة الغيط وحياتك اللي انت عايشها دلوقتي على أساس كلام عمنا باومان. واحدة من ضمن النقط اللي اتكلم عليها باومان كان موضوع العلاقات الاجتماعية. بيقول لنا إن السيولة غزت العلاقات البشرية وبقى فيها شاشة كبيرة بين العلاقات اللي بتربط ما بين الناس، وده لأسباب كتيرة بس من أهمها الحاجة اللي أنت بتحبها بقى تقدم التكنولوجيا. لو بصينا لحياة جدك هتلاقي بالرغم من إن هي علاقة بسيطة ومحدودة لكن كانت علاقة قوية جدا وصلبة. معاملاته اليومية بتكون مع ناس محدودين ومعروفين لكن برضه ليها حدود وضوابط معينة. أما في البيت فكان السيد في زمانه معروفة، الراجل كبير البيت والكلمة منه زي السيف تمشي على أي حد. تعال بقى لوضعك الحالي وبص على علاقاتك في الحياة آخر كام سنة فاتوا، يا ترى اتغيرت بنسبة قد إيه؟ أنا أكاد أجزم إن في ناس علاقاتهم اتغيرت بنسبة 100%، وده يرجع لأن أصلا منشأ العلاقة دي كان وهمي وغير حقيقي. كلنا بنعمل علاقات على مواقع التواصل الاجتماعي اللي بقينا بنقضي عليها أغلب وقتنا، لكن العلاقات دي بتكون ضعيفة جدا وأغلبها أصلا مش بيدوم. مثلا اتعرفت على حد والكلام جاب بعضه وحسيت إن في كيمياء بينكم والدنيا مشيت معاكم، بس نفس الحد ده ممكن بسهولة جدا بعد كام يوم يتعرف على حد تاني وينساك وكأن شيء لم يكن، أو يجيله اكتئاب ما بعد الساعة 12 بالليل ويروح عامل لك حظر أنت بكل الناس اللي يعرفهم ويا دار ما دخلك شر. وهتلاقي أغلب الناس اللي أنت كنت تعرفهم من سنة ما بقوش موجودين دلوقتي وحل مكانهم ناس تانيين هم مؤقتين برضه. ده حتى العلاقات الحقيقية اللي موجودة في الوظائف مثلا بقت كلها مبنية على موضوع الشغل وبس، وكله بيمشي الدنيا علشان الدنيا تمشي مش أكتر. وأنت عارف كويس قوي إن أول ما الناس في الشغل بيتفرقوا عن بعض بيسبوا لبعض أصلا. وأكيد أنت سمعت إن حد قال قدامك في الشغل قبل كده أنا مش بطيء فلان بس عامل علاقات معاه عشان هو راجل مهم وواثق. أما بقى عن علاقاتنا الأسرية فدي مش محتاجة كلام، والوضع المدشمل اللي إحنا عايشين فيه ده أكتر وضع يوضح لك السيولة الاجتماعية اللي إحنا عايشين فيها. نيجي بقى لحاجة تانية واللي ركز عليها باومان في كلامه وهي السيولة في الاستهلاك. طبعا إحنا لو هنتكلم عن الاستهلاك فحدث ولا حرج. وتعالى نضرب مثال بسيط على كده. انت بقى بعد ما خلصت شغلك روحت البيت وماسك تليفونك وعمال تقلب هتلاقي نفسك فيديوهات الاكل بتتحدف عليك من كل حته،
واختراعات جديدة بيحاولوا يعملوها علشان يشدوا الناس أكتر وأكتر للموضوع. وزي ما قلنا في حلقة إنسان بالبيستاشيو، ظهر لنا الاختراع الأخضر الغريب اللي تسبب في نقص محصول البسلة في السوق وهو البيستاشيو. وطبعا أنت مش ابن البطة السودا، لازم تجرب زي زمايلك اللي عمالين يجيبوا أكل كل يوم ويجربوا، أو ابنك أو بنتك هتبص تلاقيهم كل شوية بيزنوا عليك عشان تجيب لهم أكل زي اللي بيشوفوه في الفيديوهات وهما بيتفرجوا. طب بلاش قصة الأكل، أنت كم مرة استحقرت نفسك بسبب التليفون اللي معاك إن هو بقى موديل قديم عن الموديلات اللي نزلت جديدة، وتبص تلاقي الناس اللي حواليك معاهم موديلات أجدد وأحدث، فبتلاقي نفسك بشكل تلقائي بتعافر وتحوش كل جنيه عشان تجيب تليفون جديد زي اللي مع الناس دي، لكن انت في الاصل مش محتاج التليفون الجديد ده في حاجه، وتليفون يجيب تليفون وهلم جرة، ودايره شغاله من الاستهلاكات مش بتبطل، ومعاها الاعلانات والعروض بتزيد بشكل مضطرد، لدرجه ان بقى في وظائف اساسيه دلوقتي لناس بتطلع بس علشان تشكر في المنتجات وتبين قد ايه ان هي حاجه خياليه، وان اللي ما يجربهاش يبقى فعلا غلطان. نبص بقى على حياة جدك القديمة اللي مش عاجباك، لو عندك جد أو جدة عايشين ربنا يديهم الصحة يعني، روح اسألهم مثلا قايمة الجواز بتاعتهم كانت بتتكون من إيه؟ هتلاقي الموضوع أبسط من البساطة، عفش للبيت قد لا يذكر أصلا، كام حلة على كام كوباية ومعلقة وبابور الجاز وشوية هدوم بس لزوم الحياة الجديدة يعني. وطبعا اللي كان بيعرف يجيب فيهم تلاجة أو بوتاجاز بعد ما نزلوا في السوق كان بيروح يصلي ركعتين شكر لربنا ويحمده على النعمة الكبيرة اللي بقت عنده. بص انت بقى على القايمة في الوقت الحالي وشوف كم البنود اللي موجود فيها واللي احنا بنقعد يومين علشان بس نعرف نخلصها. الأكل والشرب في حياة جدك كانت حاجات بسيطة وكلها روتينية، وأغلب أكلهم وشربهم أصلا كان من إنتاجهم، الخضار والفاكهة بيجوا طازة من الغيط، واللبن والجبنة مغرقين البيت. تعال النهاردة شوف المطاعم اللي بقت مغرقة الدنيا، والفود بلوجرز اللي مالوا البلد، وأنواع أكل عمالة تنزل كل يوم، واختراعات جديدة بنسمع عنها على طول. وطبعا اوعى يفوتك ان انت تجرب الاكلات ديت احسن يعايروك ويقول لك ده انت مش عايز زمانك وما بتفهمش حاجه. واحده كمان من اللي ذكرها باومان وهي الامان، بيقول لنا ان كل ما تزيد التكنولوجيا بيقل قصادها الامان والشعور بالراحه والانتماء. طبعا مين فينا دلوقتي ما بقاش حابس على نفسه وخايف من جاره اللي جنبه وبيقفل ابوابه قدام اي حد غريب، والكل برضه حلم حياته دلوقتي ان هو يروح يعيش في الكومباوندات الجميله الراقيه واللي بتتمتع بامان عالي ورفاهيه عاليه، واللي بالرغم من كده برضه هتبص تلاقي كل واحد فيهم خايف وقافل على نفسه وعلى عياله ومش عايز يختلط باي حد حواليه. وده كله ليه؟ بسبب الخوف من المجتمع، الخوف من الاغراب اللي حواليك دول اللي انت ما تعرفش هم طباعهم ايه. وده طبعا هتقدر تلاحظه كويس لو انت واحد من الناس اللي سابت العيشه في الارياف واتجهت لاضواء المدينه اللامعه، هتعرف وقتها قد ايه ان كل واحد هناك في حاله وما يعرفش التاني. لو رجعت بقى وبصيت على حياه جدك في بلده او في حارته القديمه، هتلاقي ان الناس هناك عارفه بعضها بشكل كبير جدا، ووجودهم في الشارع اصلا اكتر من وجودهم في البيت، فتحس وقتها بالانتماء والامان ان كل الناس ديت معارفك وقرايبك، ولو حصلت لك اي حاجه في حياتك هتبص تلاقي اللي يقف جنبك ويساعدك. في قريه جدك هتلاقي الصغير عارف الكبير فيخاف يعمل اي حاجه قدامه غلط في الشارع علشان هو في مقام والده اصلا وما يتجرأش يعمل حاجه قدامه، والكبير برضه عارف الصغير ولو شافه تعرض لاي حاجه في الشارع او اي مشكله هيجري ويساعده وهيقوم بالواجب لانه ابن الحاج فلان قريبه او معرفته اللي واكلين عيش وملح مع بعض. وهكذا الحياه البسيطه المترابطه اللي كل واحد فيهم بيساعد التاني وقريب منه. وهتلاقي برضه ان معدل الشغب والجريمه في الاماكن ديت قليل جدا، بخلاف المدينه اللي كل واحد فيها ماشي بالمبدأ البلد اللي ما تعرفش حد فيها كمل انت عارف هتعمل ايه كويس. المهم يا جماعه ان خلاصه كلامنا في الموضوع ده وخلاصه قصد عمنا باومان اننا مش ضد الحداثه والتمدن ولا حاجه، بل بالعكس احنا كلنا اصلا بنحاول نواكب الموضوع ده، لكن المقصد اننا بالرغم من كده وبالرغم من مستوى الرفاهيات اللي بيتقدم من وقت للتاني الا اننا ملاحظين فجوه كبيره بدات تحصل وتغير في نمط الحياه للأسوأ وزياده في السيوله والخوف. وده ياخدنا لسؤال مهم، هل التقدم اللي احنا فيه هيحل معانا ازمتنا ومش هيعقدها اكتر، ولا الحل اننا فعلا نرجع لحياه الغيط من تاني؟